ازيكم يا شباب؟ القصة دي غريبة جدا. زي ما انتوا عارفين ان في جنون الاكوان الموازية اي حاجة وكل حاجة ممكن تحصل، بس الكون الموازي ده مختلف. ده كون تم التلاعب بيه عشان باتمان وسوبرمان يبقوا طغاة ويحكموا العالم بيد من حديد. يا ترى مين اللي لاعب فيه وايه اللي هيحصل؟ بس كده قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك لان اللايك بيدعم وبيساعد جدا، وتعمل سبسكرايب لو لسه اول مرة في القناة، وتفعل جرس التنبيهات لو حبيت الحلقة وحابب المحتوى. ويلا بينا. في كون موازي، كون مختل ومدمر، بنشوف وندر وومن ماشيه مع واحد في الصحراء، بيوصلوا لتل عملاق، وهنا وندر وومن بتقول للي معاها: انت مؤمن بالقدر يا ساميول؟ ساميول بيرد: انا فاكر المصطلحات دي منذ زمن بعيد، مصطلحات اندثرت واختفت زي العدالة والحقيقة. وندر وومن: ماذا لو تم التلاعب بالاحداث والزمن لدرجة ان اللي تلاعب بيهم هو اللي خلى عالمنا بالشكل ده؟ هنا بيجي دورنا احنا نصلح الاخطاء دي ونرجع كل حاجة لطبيعتها. بيحطموا التل العملاق، بيرفعوا الصخور، وهنا بنشوف سفينة فضائية محطمة وجنبيها الهيكل العظمي لهال جوردن او ما يلقب بجرين لانترن. هنا ساميول بيتفزع وبيقول: يا الهي، انا كنت شاكك فيك يا ديانا، بس فعلا طلع في فضائيين عايشين وسطنا. وندر وومن: ايوه، دفنوه حي قبل ما يستخدم اقوى سلاح في تاريخ البشريه وينقذ الضعفاء والمظلومين منهم. ساميول بيمسك ايد الجثه وبيرد: الخاتم ده هو السلاح؟ وندر وومن بتجاوبه: ايوه، سلاح قوي في ايد اللي يستحقه، عشان كده هم سابوه مع الجثه، مفيش حد يقدر يستحوذ على قوته. وندر وومن بترفع له فانوس سحري، بيشحن خاتمه السحري، وبينطلق العم ووندر وومن في العالم لانقاذ ما تبقى من البشر. وندر وومن بتسال العم سام: ايه القسم اللي انت قلته وانت بتشحن خاتمك ده؟ ساميول: ما تقلقيش يا ديانا، العداله لسه موجوده، وعلى الرغم من قوتك دي بس احنا محتاجين حلفاء يساعدونا في القتال. الخاتم بيوجههم لمجموعة من الحلفاء، بيروحوا مالها ليلي، بيشوفوا واحدة بترقص. وندر وومن بتسأل العم سام: مين دي؟ ساميول بيرد: دي ساندرا لايت أو ما تلقب بفانتوم ليدي، حليف قوي جدا، ما تحكميش عليها من شغلها، ما تنسيش انك لقيتيني في المترو وكنت بشحت. بيروح ساميول لواحد تاني شغال في منجم للفحم طول حياته، بيبصله وبيقول له: حياتك مجرد كدبة، عالمنا تم تغييره، ساعدني على استرجاعه. وندر وومن بتقتحم مقر دكتور اسمه صانع العرائس، بيصنع عرايس مزيفة من سوبرمان وباتمان وبتعرض عليه يشارك في القتال. اما الحليف الاخير فهو اتوم مان. ساميول بيقتحم السجن اللي فيه اتوم، بيحرروا من مستشفى اركام للامراض العقليه، وبينطلقوا في رحله لاسترجاع الارض. في مكان اخر على احدى المحطات الفضائيه العملاقه في قاعده سريه خارج حدود كوكب الارض، بنسمع صوت الراوي بيقول: فرصه لانقاذ العالم. مش كتير كان عندهم الفرصه دي، يا ترى هيقدروا ينجوا من الخطر القادم؟ بنشوف بنت اسمها ساترن كوين بتخش على بطلين اسمهم لايتنج لورد وكوزميك كينج، ابطال من القرن ال31. ساتر كوين بتبدا كلامها: انا حاسه ان في حاجه غلط بتحصل. كوزميك كينج بيرد: انت برضو حاسه بالخطر يا ايف؟ الراوي بيكمل: سفرهم عبر الزمن غير احداث كتير جدا، شكلوا الواقع زي ما هم عايزين، ما يعرفوش ان تغيير الزمن هيجلب معاه الجحيم على الارض. لايتنج لورد بيقطع كلامهم وبيقول: وايه يعني، في خطر قريب ولا لا؟ هنرجع بالزمن ونغير الاحداث زي ما عملنا في الاول ونرجع كل حاجه لطبيعتها. ايف بتتغاظ وبترد عليه: ما تبقاش غبي يا ليفر، التغيير المستمر في الخطوط الزمنيه هيعبث بالزمان والمكان، هيخل بالتوازن اللي بينهم وممكن يؤدي لدمارنا جميعا. كوزميك كينج بيقاطعهم: فين سوبرمان وباتمان؟ استدعيهم على الفور. في مكان اخر في قارة اسيا، سوبرمان وباتمان بيقتلوا جيش بالكامل، بيبيدوهم عن بكرة ابيهم. باتمان رافع راية الانتصار وبيقول لسوبرمان: لقيت حد نجي؟ سوبرمان طاير جنبه وبيرد: كويس، خليه يعرفنا مكان قائده. الراوي بيكمل كلامه وبيقول: تغيير الزمن ما نهاش مشاكل العالم زي ما كانوا فاكرين، عشان كده ابطالنا من المستقبل كانوا محتاجين سوبرمان وباتمان، هما الاتنين هيفرضوا القانون والطاعة في العالم كله. تلاعبوا بعقل باتمان وسوبرمان، اقنعوهم انهم اهاليهم الحقيقيين وخلوهم يعملوا تحت ايديهم كجنود مخلصين. اثناء القتال زعيم الجيش اللي باد بيقدر يقتحم جسم سوبرمان وبيسيطر عليه، وبيتكلم من خلاله وبيقول: كان لازم تسيبونا لوحدينا، احنا مش مهتمين انتوا عملتوا ايه في العالم ده. سوبرمان بيطلق شعاع من الليزر من عينيه على باتمان، باتمان بيتفاداها باعجوبه. هنا باتمان بيرمي قنبله دخانيه على سوبرمان عشان يشتته صارخا: هو جواك دلوقتي، قاومه على قد ما تقدر. باتمان بيجري باقصى سرعه عشان يجيب حاجه، سوبرمان بيصرخ في الم، باتمان بيجري اتجاهه. هنا ديدمان المسيطر على جسم سوبرمان بيتكلم من خلاله وبيقول: مش هتعرف تتخلص مني بالسهوله دي، العالم باكمله بيصرخ من اجل الانتقام منكم ايها الطغاة، وانا هلبي نداءه. بيشيل باتمان من رقبته وبيبدا يضغط عليه بقوه مصرحا:
انا اتمنى ان ده يؤلمك بقدر الألم اللي سببته لشعبي. باتمان بيصرخ ولكنه بيقاوم على قد ما يقدر، بيتمتم بتعويذة سحرية، وهنا فجأة ديدمان بيخرج من جسم سوبرمان متأثرا بالتعويذة. باتمان بيرمي عليه جوهرة سحرية قائلا أتمنى ده يؤلمك أيها الوحش. ديدمان بيتحجز في الجوهرة أخيرا. باتمان بيطمن على سوبرمان قائلا ما بحبش استخدم السحر، مش بثق فيه، بس الجوهرة اللي خدناها من زاتانا بعد ما قتلناها كانت مفيدة. ما تقلقش ان ديدمان ممكن يستحوذ على جسدك مجددا. سوبرمان بيلتقط انفاسه وبيرد بروس اتمنى تكون عارف ان عمري ما هسيب اي حاجة تأذيك، انت مش بالنسبة لي شريكي، انت اخي. هنا بيسمعوا نداء ايف من برج المراقبة بتقول لهم يرجعوا فورا للمقر، في ازمة بتحصل وهم محتاجينهم يحلوها. سوبرمان بيرد حاضر يا امي، راجعين فورا. في الوقت ده وندر وومن وباقي الابطال بيهجموا على مقر الابطال الطغاة من المستقبل. وندر وومن بتنقض عليهم بكل قوتها صارخة من اجل الحقيقة، من اجل العدالة، من اجل الانسانية. الراوي بيكمل القصة وبيقول في كل مظاهرة حصلت في التاريخ كان الحكام الظالمين عندهم سر، قاعدة او مركبة بيستخدموها وقت الازمات للهروب من المكان. المركبة دي كانت موجودة تحت الارض اسفل تماثيل باتمان وسوبرمان. اشرارنا من القرن ال31 كانوا خايفين بعد ما غيروا الزمن، فاستدعوا مجموعة من الاشرار من الزمن بتاعهم يحموهم ويأمنوا مراكبهم في الخط الزمني الجديد. ده غير انهم قتلوا كل الابطال في الزمن ده وما بقوش غير على حياة باتمان وسوبرمان عشان يخدموهم، ولكن الثورة لا تأتي دون تضحية. وندر وومن أيقظت شرارة المتمردين ومعاها بدأت نهاية كل شيء. بنشوف وندر وومن والعم سام وباقي الأبطال بيهجموا على حراس الأشرار. وندر وومن بتذبحهم واحد ورا التاني دون رحمة. العم سام بيحجزهم بسجن مكون من الطاقة بخاتمه المشع. الأبطال بيواجهوهم بكل ما أوتوا من قوة وحقد. وهنا بيوصل اخيرا باتمان وسوبرمان لارض القتال. وندر وومن بتصرخ لقد وصلوا اخيرا، احموا انفسكم جيدا. سوبرمان بيطير اتجاه الثوار، بيحس ان في حاجه غلط. لما راح يقابل ابوه لايتنج رود شاف في عيون الخوف لوهله. ابوه عمره ما كان خايف من حاجه او حد، جنرال قوي مش اي حاجه تهزه او توتره. لما حد زي ده يخاف المفروض هم يعملوا ايه؟ روي بيهجم على سوبرمان وباتمان، بيقول لوندر وومن انه هيتكفل بيهم. باتمان بيبتسم، بيطلق عليه طلقه من مسدسه بتفجر راسه وبتقتله على الفور قائلا مت ايها الارهابي. اتوم في الوقت ده بيحفر تحت الارض عايز يوصل للآلة او السفينه اللي مخبيها الاشرار. بيطلب من باقي الثوار يحموه ويشغلوا باتمان وسوبرمان ويوفروا له الوقت. وندر وومن بتنقض على باتمان صارخة وقتك انتهى ايها الحقير. في الوقت ده العم سام بيواجه سوبرمان، بيصنع بخاتمه طائر مجنح عملاق بيشيل سوبرمان وبيصرخ لا تقاوم يا فتى، قوة خاتمي تأتي من قوة إرادتي وأنا بحمل إرادة الأرض جميعا اللي تعبوا من فسادكم وشركم. سوبرمان بيقاوم بصعوبة ولكنه بيرد بغرور أنت أحمق أيها الرجل العجوز، الشعب بلا إرادة لأنهم جميعا ركعوا أمامي. وندر وومن بتواجه باتمان بيرمي عليها مجموعة من الشارجن. وندر وومن بتصدها بدرعها قائلة ساحرات القدر حكولي عن تاريخنا الحقيقي، كلموني عن عصر الأبطال. باتمان بيوجه لها ضربة قوية بإيده وبيرد البشر ما كانوش عايزين غير الحرب، احنا اللي وقفنا ده. وندر وومن بتسدد له ضربة أقوى بتدفعه على إحدى الجبال قائلة انت وسوبرمان في العصر ده كنتم حماة البشرية، أعظم أبطال في الكون. باتمان بيقاوم احنا فعلا حمينا البشرية، منعنا الفقر والمجاعات والحرب، حميناهم من نفسهم قبل ما يقتلوا معاهم الكوكب بالكامل. وندر وومن بترد ولكن خدتوا منهم حرية الإرادة، حرية الاختيار، أنا مش ندمان على اللي هعمله دلوقتي، موت أيها الطاغية الملعون. وهنا فجأة بتغرز وندر وومن سيفها في قلب باتمان، الدماء بتتناثر من جسمه وهي بصاله بحقد وبتغرز سيفها أكتر في قلبه. سوبرمان بيصرخ لا بروس بيوجه لكمة قوية لطائر العم سام بيحطمه بالكامل، وبعدها بيسدد للعم سام لكمة أقوى بتسقطه على الأرض من السماء لاقيا حتفه. بيطير بسرعة اتجاه باتمان وبيشيل جثته صارخا باسم أمه وأبويه الاتنين. سوبرمان بينتقل آنيا لبرج المراقبة اللي فيه الأشرار من القرن ال31. أما وندر وومن فبتطير بسرعة على العم سام، عايزة تعرف هو على قيد الحياة ولا لأ. ساميول أرجوك لا ترحل الآن، كن واثقا أننا سنفوز في نهاية اليوم. ساميول بيلفظ أنفاسه الأخيرة قائلا خذي حذرك يا ديانا لأن ما هو قادم ربما ستكون نهايتنا جميعا. سوبرمان بياخد جثة بروس لبرج المراقبة، أشرار المستقبل بيعيطوا عليه. سوبرمان بيقول لهم وندر وومن ذبحته. هنا لايتنج كينج الغل بيبان في عينيه وبيرد خد انتقامك منهم يا كلارك،
اجلب لنا جثثهم جميعا. هنا سوبرمان بيطير اتجاه الارض والحقد مالي قلبه، والراوي بيقول سوبرمان كان عايز يشرف ذكرى اخوه الميت ويكرم امنية عائلته وينتقم لقتله. سنين طويلة بيقتل المتمردين وعمره ما حس بحاجة اثناء القتال. من جواه كان مؤمن انه صاحب قضية وانه بيحارب من اجل العدالة. هم اقنعوه بكده، قالوا له انه يخرج مشاعره بره القتال والا هيرتكب اخطاء، ولكن الوضع الان مختلف. سوبرمان بينقض على وندر وومن بكل قوته، بيحطم بيها احدى التلال، بينهال عليها بالضرب لكمة ورا التانية، بيحفر راسها بالارض. وندر وومن مش قادرة تقاوم، بتنزف الدماء وجسمها كله بيمتلئ بالكدمات صارخة. كالال ارجوك تذكر، ده مش واقعنا، دي مش حقيقتنا، هم عبثوا في دماغك. ولكن سوبرمان خلاص غضبه عماه، مش شايف قدامه غير الدم. بياخد حبل اللاسو من وندر وومن، بيبص لها وبيقول بغيظ انت خدتي مني اخي، عائلتي، حياتي، ودلوقتي انا جاي اطلب بالقصاص، حياتك هتكون الثمن. بيلف حبل اللاسو حوالين رقبتها وبيخنقها، بيجز على اسنانه وفجأة بيكسر رقبتها بحبلها من الغضب. بتموت وندر وومن، بس سوبرمان لسه متعطش للدماء. في مكان آخر داخل المقر اللي اقتحمه الثوار، بيقفوا أمام آلة الزمن اللي استخدمها الأشرار من المستقبل عشان يغيروا الخط الزمني اللي هم فيه. فانتوم جيرل بتقول لواحد من الثوار وندر وومن كانت على حق، هم فعلا عبثوا بالزمن، تفتكر هنقدر نصلح اللي عملوه؟ بيرد عليها ده الحل الوحيد قدامنا دلوقتي، كل الثوار تم قتلهم، فعلوا الآن، لازم نرجع بالزمن لسمول فيل كانساس، المكان اللي جه فيه سوبرمان وهو طفل، لازم نرجع الخط الزمني تاني لمساره الطبيعي. هنا سوبرمان بيقتحم المكان، بيحطم الجدران وبيصرخ في غضب احنا اديناكم الاختيار، اما الطاعة او الموت. بينفذ بأنفاسه الجليدية على فانتوم جيرل، بيجمد جسمها بالكامل وبعديها بيحطم جسمها الأشلاء. اتوم مان بيقف قدام سوبرمان خائفا وبيقول الآلة الزمنية تم تفعيلها، مش هتبقى عايز تدمجها مع قوتي النووية اللي جوايا، انت ما تعرفش ده ممكن يعمل ايه. سوبرمان بيرد ما تقوليش انا عايز ايه ايها الارهابي. بيطلق ليزر من آلية على اتوم مان، بيفجر راسه بالكامل، بيطلق قوته في اتجاه الآلة الزمنية، قوته بتندمج مع قوة الآلة، وهنا الآلة بتنفجر، بتدمر كل حاجة في طريقها، بتقتل الأبطال كلهم والأشرار في برج المراقبة، بتاكل كل الكائنات الحية اللي قدامها وبتحرق الأرض بالكامل، بيموت كل شيء. وهنا بيظهر صوت الراوي وبيقول محدش عارف ايه اللي حصل في الليلة دي، هل كان الثوار على حق ام كان سوبرمان وعائلته على حق؟ هل البشرية بالفعل كانت تقتل نفسها وكان يجب اخضاعهم بالقوة ام كانوا يستحقوا حرية الارادة؟ لا احد يعلم الحقيقة، ولكن ما نعلمه ان العبث بالزمن سيؤدي لاضرار وخيمة. وتنتهي قصتنا على كده يا اخوانا. بس حابب اديكم معلومه مهمه، العم سام اللي ظهر ده مش بطل حقيقي، ده مجرد تجسيد للوطنيه في امريكا اثناء الحرب العالميه الثانيه وفيتنام. الجيش الامريكي كان عايز يجند الشباب ويحمسهم على القتال، فاخترع شخصيه اسمها العم سام كرمز للوطنيه، وعملوا اعلانات كتير بالشخصيه دي تشجع الشباب يشاركوا في الحرب ويدافعوا عن بلدهم. بس كده حاجه حبيت اوضحها للي مش عارف مين ده وليه مهم في القصه، وتقريبا مش هيطلع تاني نهائي. بس كده تنتهي الحلقه على كده. ما تنساش تعمل لايك لان اللايك بيدعم وبيساعد جدا، وتعمل سبسكرايب لو لسه اول مره في القناه، وتفعل جرس التنبيهات لو حبيت الحلقه وحابب المحتوى. وبيس.